يعني في بالي سؤال مهم جدا دكتور عبد العزيز سأطرحه، لأنه يهم الناس الموقف الشرعي في هذه المسألة. لا يهمني الموقف السياسي في هذه المسألة بقدر ما يهمني الموقف الشرعي الذي يهم الناس اليوم، وبما أنك معنا وهي فرصة طيبة لنا في الجواب الكافي. قتل صدام رحمه الله الأسبوع الماضي في صبيحة يوم عيد الأضحى، والقضية يعني أخذت بعدا سياسيا، ولا يهمنا هذا، ناقشوه في برنامج في قناة المجد أو في كثير من القنوات الأخرى. يهمنا البعد أو النظرة الشرعية في هذه المسألة، في مسألة الترحم. هل يجوز الترحم على مثل هذا الرجل كما قال البعض، أن بعضهم قال يجوز وبعضهم قال لا يجوز. قضية الصلاة عليه، صلى عليه بعض المسلمين في بعض الديار صلاة الغائب. يعني هذه النظرة الشرعية لم تطرح، إنما طرح الموقف السياسي. طرحت بعض البيانات التي صدرت، لم أطلع على بعض منها، لكن أعرف أنها صدرت بعضها ترى جواز الترحم، بعضها ترى عدم جواز الترحم. ما الذي يرى الدكتور عبد العزيز الفوزان؟ الله المستعان. صدام حسين رحمه الله قد أفضى إلى ما قدم. نعم. والله عز وجل يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هو قدم على رب الرحيم وأعلم عز وجل بما يستحق هذا الرجل. وهذا الرجل كما يعلم الناس كلهم له جرائم عظام حقيقة في حق أهل السنة وغيرهم. نعم. من أهل العراق وغير أهل العراق وهي مشهورة معروفة. وله مع ذلك حسنات عظام جليلة، لعل من أكبرها وقوفه ضد المد الصفوي الرافضي الذي نراه الآن يعيث فسادا في العراق. نعم. فقد وقف هذا الرجل وسخره الله عز وجل لصد عدوان هؤلاء المجرمين وكف شرهم على المسلمين طيلة 2.5 عقد من الزمن. ثم أيضا وقوفه أمام الاحتلال الصليبي ومقاومته للأمريكان على مدى 10 سنوات مضت أو تزيد. هذه كلها حقيقة يعني حسنات عظام لا يجوز إغفالها ونحن نتحدث عن هذا الرجل. ثم إن الله عز وجل في نظري أراد به خيرا كثيرا حينما قتل بهذه الطريقة البشعة الشنيعة وفي هذا اليوم العظيم المبارك، يوم الحج الأكبر، يوم العيد. نعم. هو أفضل الأيام عند الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك الإنسان إذا مات في يوم فاضل فهذا بإذن الله من دلائل حسن الخاتمة. كون الله عز وجل اختار له هذا اليوم، أعداؤه أرادوا النكاية به وبأهل السنة من ورائه مع الأسف. نعم. مع أنه لا يمثل أهل السنة، لكن هو محسوب عليهم، لكن حقيقة فعلوا به خيرا عظيما من حيث لا يشعرون. قتلوه في أفضل الأيام عند الله عز وجل يوم الحج الأكبر، هذا اليوم الذي هو أيضا من الأشهر الحرم التي لا يجوز فيها القتل والاعتداء. نعم. على الناس والعياذ بالله، ومع ذلك انتهكوا حرمة الأشهر الحرم وحرمة هذا اليوم العظيم. وأيضا نابذوا أهل الإسلام كلهم قاطبة ما عدا الشواذ من هؤلاء الشيعة والرافضة، وهم لا يشكلون شيئا في أمة الإسلام، نابذوهم العداء وأرادوا النكاية بهم ومكايدتهم بقتله في هذا اليوم العظيم. ثم إنه أيضا كما شهد العالم كله سخر الله عز وجل له ويسر له أن ينطق بالشهادتين على أكمل وجه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رددها مرتين. وحقيقة لو لم يرد الله عز وجل به خيرا، ونحن لا نعرف نيته لكن نرجو له خيرا، لما وفق لقول هذه الكلمة، لاستعجم لسانه وعجز عن أن يقولها. أو لربما أيضا اشتغل بالرد على هؤلاء ومنابذتهم كما أرادوا هم أن يشغلوه عن الشهادة لما قالوه إلى جهنم وبئس المصير، ويرددون أسماء أئمة الضلالة مقتدى الصدر والحكيم وغيرهم لعنة الله عليهم أجمعين. أقولها بكل صراحة، أرادوا أن يشغلوه عن النطق بالشهادتين، لكن يأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن ينطق بها ويشهد عليها الملايين في أصقاع الأرض. هذه أنا أعتقد والله أعلم أنها بشائر خير لهذا الرجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل يكتب له الخير وأن يكفر ذنوبه وسيئاته التي كانت وهي ذنوب عظام قام بها هذا الرجل. والأمر الآخر أيضا أشياء كثيرة وأخبار وأعمال تذكر لهذا الرجل في أواخر حياته قبل حصول الغزو الأمريكي الأخير، من بناء المساجد ونشر حلقات تحفيظ القرآن وتشجيع أهل الخير، وهذه أمور عظيمة أنا أعتقد ربما هي من أسباب تسلط الأمريكان عليه وحرصهم على تدمير هذا البلد وإبعاد هذا الرجل وأمثاله، لأنه بدأ يتجه اتجاها إسلاميا. على أي حال الله عز وجل رحمته واسعة، ولا يجوز أن نقول للناس إن مثل هذا لا يستحق الرحمة أو لا يجوز الترحم عليه أو نحكم عليه بالكفر والعياذ بالله، كما رأيت لبعض طلاب العلم هداهم الله عز وجل. نقول هذا أفضى إلى ربه وهو سبحانه وتعالى أعلم بحاله ولا يظلم ربك أحدا، لكن نقول إن قتله بهذه الطريقة من أجل النكاية بأهل السنة وإغاظتهم
والله إنه خير عظيم قدم لهذا الرجل في نظري لم يكن يحلم به. ثم العجب يا أخي، وأقولها يعني بكل صراحة، ولو كان الرجل حقيقة ليس من أهل الإسلام، لو فرضنا ليس مسلما، لو كان من كان، لا أظن أحدا يشك في شجاعة هذا الرجل ورباطة جأشه وقوة بأسه. يعني شيء عجب، لا موقفه يعني في القبض عليه ولا في محاكمته، ويعني ثباته وقوة حجته وبلاغته، ثم موقفه هو يقدم للقاتل يعلم أنه سيموت بعد لحظات، مع ذلك يسير بخطى ثابتة مرفوع الرأس، ثم يرد على هؤلاء ويعني يحقرهم في أنفسهم ويقول ليست هذه من المراجل، ليست مرجل أن تشمت بهذا الرجل والآن يوضع الحبل المشنقة في عنقه، ثم يابى أن يوضع الغطاء على رأسه بكل شجاعة وعزة، ثم بعد ذلك يتشهد بهذه الشهادة يعني بكل ثقة وثبات. فلله در حقيقة يعني على هذه الشجاعة التي نفتقدها نحن أهل الإسلام.